ملايين حول الكعبة، كلهم رافعين إيديهم، كلهم بيقولوا نفس الكلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بس كل واحد فيهم بيطلب حاجة مختلفة. ده مش تجمع عادي، ده أعظم يوم في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعني اليوم ده ربنا بيعتق فيه ناس من النار بالملايين. وفي حاجة أعجب من كده: النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربنا بيتباهى بأهل عرفة قدام الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. يعني ربنا بيفتخر بيهم، مش بملابسهم، مش بمظهرهم، لأنهم أتوا إليه. بس لو أنت دلوقتي مش في عرفة، مش معناها إنك محروم من الأجر العظيم ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. يوم واحد بيمحي سنتين من الذنوب. مش محتاج تسافر، مش محتاج تطوف، محتاج بس إنك تصوم اليوم ده وترفع إيدك وتطلب وتدعي ربك. وأفضل ذكر لليوم ده الذكر اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة، أننا نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده مش كلام بيتقال وخلاص، ده إقرار إنك عارف مين ربنا وإنك راجع له. اليوم ده بيكون صوم ودعاء واستغفار وذكر، عشان ربنا كريم وبابه مفتوح في اليوم ده أكتر من أي يوم. والله يدعو إلى دار السلام. ربنا بيدعوك ليه؟ النهاردة أنت بترد على الدعوة. لو الكلام ده لمسك، مش لازم تعمل حاجة كبيرة، كفاية بس إنك واحد تشترك عشان المحتوى ده يوصلك تاني كل مرة. اتنين، شاركها مع حد بتحبه النهاردة وقت المشاركة. ثلاثة، وقلنا في الكومنت إيه أكتر حاجة عايز تدعي بيها النهاردة.